السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله عاملين كفتة فراخ. كفتة فراخ يا جماعة جميلة جدا، في ناس كتير مش مجربتهاش لحد دلوقتي، لكن انا هعملها لكم بطريقة جميلة جدا جدا، وهتلاحظوا ان هي طرية جدا زي ما حضراتكم شايفين كده، كنوع من التغيير، لان معظمنا بيعمل الفراخ يا اما بانيه يا اما معمولة في الفرن يا اما مع بطاطس. الولاد مش بيحبوا الحاجات اللي هي بتبقى في طبيخ دي، فقلنا نعمل لهم تغيير، فعملنا الكفتة اللي حضراتكم شايفينها دي وسويناها كمان على البوتاجاز من فوق. عملنا جنبها مكرونة بالصلصة، ادي المكرونة وادي الصلصة. طبعا سهلة جدا وبسيطة جدا، والحاجات موجودة في كل بيت، ونقدر ان احنا نعملها لولادنا، ونجيب يدوبك نص كيلو مثلا بانيه ونعمل الكفتة الجميلة دي. يا ريت الاول مرة يشوفني النهاردة يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي كلنا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. شايفين يا جماعة عاملة ازاي؟ شايفين طرية جدا جدا. الله اكبر الله اكبر. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الكفتة الجميلة دي عملناها ازاي. يلا بينا. اهلا بيكم. هنعمل زي ما قلت لحضراتكم كفتة فراخ. ده تقريبا كده كيلو الا ربع. الفراخ البانيه العادية بتاعتنا بنقطعها قطع صغيرة، بنضيف لها بقى حاجة كده بتدي طعم برضو مميز وتخليها فيها طراوة. دي قطعة من اللي حضراتكم عارفينها بتاعت الخروف، حتة صغيرة ما تجيش يعني مثلا 20 جرام اصلا. وهنا ده البصل بتاعنا، حوالي بصلتين متوسطين، وهنا زي ما حضراتكم شايفين حوالي فصين توم. وهنا ده بقسماط مطحون، ممكن فيجيتار، ممكن الاضافات اللي حضراتكم بتحبوها، بس اهم اضافة عندنا النهاردة ال3 معالق النشا دول، لان هم دول اللي هيمتصوا المية اللي هتبقى موجودة سواء في البصل او في الفراخ لما نفرمها. لاني انا لما بعمل الكفتة مش باخد مية البصل بس، باخد البصل كله. بيدي يا جماعة طعم جميل جدا، وبيدي طراوة للكفتة بتاعتنا وما يخليهاش تفك. هنعمل ايه؟ هناخد اول حاجة اللي هي بتاعتنا ونحطها في الكبة ونضربها هي الاول هنضرب الفراخ واللية، وبعد كده هنخلط، لان ما ينفعش نعمل البصل الطريقة التقليدية بتاعتنا. البصل الاول لا، خلي البصل والاول هنضرب اللية بتاعتنا. يا حبايبي وخليكم معايا، يا ريت اللي وصل معايا المرحلة دي ولسه مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. خليكم معايا. زي ما انتوا شايفين كده احنا فرمنا الاول الفراخ بتاعتنا مع قطعة اللية، وبعد كده بالترتيب هناخد البصل بتاعنا نفرمه فرم كويس، وبعد كده هنضيف بقية الاضافات. خليكم معايا. فرمنا البصل والثوم في الكبة زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده هنبدأ نضيف النشا مع الفيجيتار علشان نمتص كل السوائل اللي في الخليط اللي احنا خلطناه ده، علشان ما تطلعش المية بتاعت الكفتة وتبقى ناشفة. دي خطوة مهمة جدا يا جماعة اللي انا بقول لكم عليها دي. خليكم معايا. في الوقت ده هنبدأ نضيف الفراخ بتاعتنا المفرومة. حطينا زي ما حضراتكم شايفين معلقة فلفل اسود صغيرة، ونص معلقة جنزبيل، وحطينا نص معلقة زعتر. نخلطهم كلهم بقى مع بعض ونشوف كمية الملح المطلوبة في النهاية، وكل واحد يحط الملح اللي هو على حسب الرغبة بتاعت كل واحد فينا. هنضيف دلوقتي
الفراخ المفرومة بتاعتنا ونكمل خلط. خليكم معايا. ادي الكفتة بتاعتنا اهي بعد ما خلطناها. شايفين عاملة ازاي؟ جميلة جدا. بس طبعا ما ننساش نحط شوية كربوناتو او بيكنج باودر علشان لما نيجي نسويها ما تبقاش مكتومة. طبعا ما ينفعش ان احنا نصبعها على طول. طبعا هنعملها الاشكال اللي احنا عايزينها، اما مدورة اما صوابع. بس لازم زي ما بقول لحضراتكم ان احنا هنحطها الاول في التلاجة شوية تتشمع، وبعد كده هنبدأ في التصبيع وهبقى اوريها برضو لحضراتكم. خليكم معايا. صبعنا الكفتة بتاعتنا وهي بنسويها على البوتاجاز من فوق زي ما حضراتكم شايفين. كمان هنعمل جنبها مكرونة. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ودي كمان الصلصة بتاعة المكرونة. جربوا يا جماعة كفتة الفراخ دي جميلة جدا جدا، طعمها لذيذ وهتعجبكم. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.